ما احنا ينكون ما فيهاش تالت. يلا يا اهلي، يلا يا اهلي بالله عليك، لان بكره يوم مش عادي، بكره يوم الحسم. تقول لي يقول لك والله بكره يوم الحسم، يوم هيحدد بطل الدوري بنسبه 80 85%. انت عندك ماتشين من نار، تبدا بالزمالك وانبي الساعه 5، وهينتهي اليوم بالاهلي وبيراميدز الساعه 8. يعني احنا قدام يوم ضغط رهيب على الكل، على الكل، على كل الفرق. كل ثانية في كل ماتش هتبقى ضغط على اللعيبة، على الجمهور، على اللي قاعدين بيتفرجوا في التلفزيون، ضغط رهيب. لأن بقول لك يوم هيحدد مصير الدوري بنسبة 80 ل 85%. بس السؤال بقى، هل الكبير هيرجع للساحة؟ هل الكبير هيقول أنا موجود؟ هل الكبير هيقول الدوري لسه في الملعب؟ ولا هنشوف مفاجآت؟ وربنا يستر، وربنا يستر تاني. فخليك معايا للنهاية، لأن الحلقة نار والله، هي نار، اللي هتسمعه هنا مش هتسمعه في أي حتة. عندنا بكرة ماتشين زي ما بقولك هيحسموا، هيحددوا حاجات كتير كتير قوي. الزمالك وإنبي، الزمالك وإنبي. أخويا أنبوبة يا عم، أخويا أنبوبة يا عم. يا سلام لو تعملها ده كهربا، يا سلام لو تعملها يا أقطاي. أنا شامم ريحة تعادل، شامم ريحة فوز إنبي. في حاجة هتحصل، الماتش مش هيعدي كده. انا حاسس في حاجه هتحصل. هنبقى داخلين ماتش الاهلي وبيراميدز، يعني احنا ايه، بنقول لك يا اهلي الفرصه عندك. يا سلام يا كهربا. شفت بص، الله سلم ابني محمود انا سمي ابني محمود عبد المنعم سليمان كهربا. اسم مركب كده، واسم مركب محمود عبد المنعم سليمان كهربا. يا كهروب، ايه يا بركه، يا بركه اللي من ساعه ما خرجت من النادي مش عارفين ناخد افريقيا. تدينا واحده كده ني ني ني، اي حاجه يا راجل. ولا انت دي اقطاي؟ ده هم ايه مستحلفين لك، مستحلفين لك انزل ارقعهم واحده. بس خلينا نتكلم ككوره، ماتش صعب الماتش. وخلي بالك الست ماتشات اللي هم في دوري الحسم دول، السبع فرق الموجودين، ما هم دول احسن سبع فرق في الدوري، هم اول سبعه. مفيش ماتش سهل، ده اللي كنت بكلمكم فيه. اللي شايف كنت بكلمكم لما احتفالات الزمالك في ماتش بيراميدز يقول لك انهم خدوا الدوري. لا يا حبيبي، انت لسه عندك اربع ماتشات من ضمنهم الاهلي، عندك انبي، عندك سيراميكا، عندك سموحه. بس انا عايزها تيجي بدري بدري، انا عايزها تيجي ماتش انبي. هتقول لي اشمعنى ماتش انبي؟ اقول لك احنا هنلعب بعدهم، ودي حاجه مش حلوه بالنسبه لي. يعني انا بالنسبه لي انا احب ايه، لا انا العب قبليه. لو انا مثلا العب 5 والزمالك يلعب 8، انا ابقى كسبان، الزمالك اللي يخش مضغوط. كده كده لا قدر الله الزمالك كسب اتعادل خسر، انت كده كده داخل مضغوط. بس مفيش هزار، والله العظيم ما فيها هزار، انسوا. 4 ماتشات 3 في 4 ب12 بونت. خدنا الدوري خير وبركه، ما خدناش انت عملتوا اللي عليكم. هنيجي للاهلي وهنيجي للعيبه وهنتكلم، بس خلينا دلوقتي ايه في اخويا انبوبه. انبوبه بعت لها جواب، انبوبه ولا سالت فيا. كهربا، اقطاي، اعملوا حاجه بقى. وخلي بالكم انتوا لازم تلعبوا فريق بركه، والله فريق بركه. سيبك من الفنيات، الزمالك ما فيهوش فنيات، الزمالك ما فيهوش لعيبه، والله العظيم ما فيهم لعيبه. خوان بالزنا نفسه لو وقفت له واحد لواحد ما فيش. ولا نسيتوا كوكا؟ ده كوكا ما كانش الفتره اللي فاتت مش فاكر له غير ماتش الزمالك ولا ماتشين الزمالك اللي لعبوا. مفيش لعيبه، هم عندهم روح وبركه، توفيق غير طبيعي. الكرة ماشية، الكرة بتحبهم، وعندهم حاجة تانية بتميزهم قوي بصراحة، يعني عشان نتكلم بكل أمانة، الروح. روح بين اللعيبة مش طبيعية. لأن هم ذات نفسهم يا جدعان، انتوا كده حسبتوا، هم ذات نفسهم مش مصدقين إن هم عاملينه. هم ذات نفسهم لعيبة الزمالك مش مصدقة اللي هم عاملينه، مش مصدقين إن هم وصلوا للمرحلة دي، إن هم في نهائي أفريقيا، إن هم متصدرين الدوري. هم مش متوقعين كل دوت. يا راجل ده جمهورهم نفسه بدأ يظهر. زي ما كنت بقول لك في الحلقه اللي نزلتها امبارح، في ناس يوتيوبرز كده بدأ اتفاجئت ان هم زملكاويه. اشوف جيراني في الشارع معديين، ايه ده يا عم انت زملكاوي؟ يقول لي اه يا عم انا زملكاوي. بدأوا يظهروا، محدش كان متوقع. ويجي يقول لك اصل الزمالك بالرغم انه ما معهوش فلوس. يا حبيبي ما معهوش فلوس، انت صارف مليار وشويه على فريق الكوره وعلى اللعيبه. مليار انت اكتر فريق دافع وجايب لعيبه، اكتر فريق دافع فلوس في لعيبه هو الزمالك. سيبكم من الكلام اللي داير، بص يا باشا في الارقام. اكتر فريق دافع فلوس في لعيبه ودافع فلوس بقى ايقافات، وايه الزمالك دافع مليار ومش عارف وكام مليون.
فانتوا دافعين معايا يا باشا، انا مالي معاكم ولا مش معاكم. هم عندهم روح. فاخويا انبوبه انزل العب زي الماتش اللي لعبتوه ما كملتوش من شهر. انزل العب يا باشا، انزل العب بروحي ودوس. انت مش بايع على حاجه يا انبوبه، سكه ودغري. اخويا انبوبه انت نازل مش بايع على حاجه. انت كده كده ضامن الوجود في الدوري ضمن السبعه الكبار. انزل العب يا باشا، انزل العب ما يهمك. سيبك من ال 20 30 الف اللي في المدرج. على رأي ابراهيم عادل ده جمهور فكاهي. سمعنا يا عمي الحدوته. سمعهم انت الحدوته يا انبوبه. قول لهم انا موجود، قول لهم انا انبي. كل الدعم الانبي ولاخويا كهربا. يا سلام يا كهربا، انت لو تعمل واحده في ال90 كده وتروح رايح ني ني ني. يا سلام. يا سلام لو الماتش خلص بكره، وانا حاسسها وبقولها لكم من النهارده اهو. النهارده 25 26 من يوم الاحد. ماتش الزمالك وانبي، الزمالك هيتعادل يا هيخسر. انا حاسسها. وباذن الله احنا نكسب بيراميدز. وتعالى لنا بقى يا حبيبي يوم الجمعه. تعالى لنا يوم الجمعه، مش عايزين نسبق الاحداث، نتكلم بس واحده واحده. ربنا يستر من ماتش بيراميدز الاول. فانبوبه شد في الملعب، العب راجل. وباذن الله ربنا يوفقكم انتوا. الحظ بتاعهم ده يقف شويه، لان والله ككوره فرقه مالت. الزمالك ككوره، نتكلم ككوره بقى، فرقه مالت. محمد اسماعيل مش موجود، غايب عن الماتش، هيلعب بالونش. والونش والله اكتر مدافع بالذات من ساعه لما رجع من الاصابه تاكل من على قفا عيش. سواء بقى التهور سواء ضربات الجزاء. ماتش بيراميدز كورتين ورا بعض والله بانذارين طرد. والله الونش يطرد ماتش بيراميدز انذارين ورا بعض. فهو في نسبه كبيره من التهور. هتيجي في نص الملعب عندهم مين غير الواد محمد شحاته. سيبك محمد شحاته هو لعيب كويس. مين؟ عبد الله السعيد مش عبد الله. محمد السيد برضو ما فيش. هيدخلك فتوح نص الملعب بيقول لك بنتهج فيه حوارات ومشاكل، ففتوح هيبدا باك شمال. فانت انزل العب، انزل العب. يا ايمن يا شريعي، يا استاذ ايمن يا شريعي، يدي مكافآت. حط مكافآت على ماتش الزمالك، حط يا باشا مكافآت. في كل الدعم الانبي. وباذن الله الماتش يخلص تعادل. نيجي بقى للاهلي وبيراميدز. بالله عليك يا اهلي اوعى، اوعى. كفايه اللي احنا شفناه الفتره اللي فاتت، كفايه اللي احنا عشناه الفتره اللي فاتت. انا مش خايف غير من حاجه واحده يا اهلي، اللي واقف على الخط. مفيش حد واقف على الخط، مفيش حد واقف على الخط. انا بحلم انه نازل بشوبير في الهجوم، والشناوي نص ملعب، وحمزه علام. انا بقى بيجي لي احلام غريبه من كتر اللي بنشوفه. والله بيجي لي احلام غريبه. طب هيبدا بمين؟ طب هيعمل؟ انا مش عارف، انا ذات نفسي مش عارف. فانا مش مقلق غير منه. انا متاكد وخدها مني ان اللعيبه هتنزل الاربع ماتشات هيموتوا على الكوره، هيعملوا كل اللي في وسعهم. خدها مني. الروح هتلاقيها. وانا اللي يهمني دوت، اللي يهمني دوت يا باشا. لو الفنيات او مفيش مدير فني، الروح تعوض. هتقول لي الروح مش كل حاجه، اقول لك لا الروح كل حاجه. انا بالنسبه لي، انا الروح كل حاجه. انا بالنسبه لي لو واحد مش في مستواه او في 20 30% من مستواه، يعوض الباقي ده بالروح. اليوم مش يوم يا باشا، عوض ده بالروح. دوس اجري في كل حته في الملعب. وخلي بالك، خلي بالك، سيبك من ماتش بيراميدز اللي عمله قدام الزمالك خالص. بيراميدز مش هينزل قدامك كده. بيراميدز بينزل بيغل، وانتوا كلكم عارفين الكلام ده. بيراميدز بينزل قدام الاهلي بيغل. تاني خلي بالك، ما تعتمدش على ماتش الزمالك وبيراميدز، ما تعتمدش على الاداء اللي عمله بيراميدز قدام الزمالك. بيراميدز هينزل قدامك، ولازم حد يعرف تروب دوت الموضوع ده. بيراميدز هتتحول 360 درجه قدام الاهلي. هينزل هتلاقي يا باشا اعتراض على كل كوره، اعتراض على كل كوره على التحكيم. ها انا سعيد كنتوا فين؟ النت لسه خلصان عندك، ما شحنتش الباقه. ما علينا. هيعترضوا على كل كوره. المدرب واقف على الخط تلاقيه بيتنطط، اللعيبه بتعمل كل حاجه. وهينزلوا قدامك هيلعبوا على المرتده. خدها مني. بيراميدز هتنزل مش تنزل فتح لك، خد لها. بيراميدز هتنزل على المرتده، خصوصا وان دفاع الاهلي ما يطمنش. تقول لي نبدا بياسر وياسين ولا ياسر وهادي رياض؟ اقول لك مش فارقه كتير. ياسر وارمي اي حد جنبه، ياسين هادي رياض، ما مش فارقه. وبالعمر مش موجود، هيبقى كوكا ومحمد هاني. فانت دفاعك ما يطمنش. ومن بدايه الموسم، من كاس العالم للانديه كمان، من كاس العالم ايه ده، من ماتش بطوله افريقيا ايام كولر،
المهم يعني انت دفاعك ما يطمنش، فبيراميدز تنزل يا باشا تفتح لك مساحات، لان هي عارفه انت اللي بيميزك اللعيبه اللي عندك خط الهجوم بتاعك. فريق الاهلي في خط الهجوم وها نوعا ما نص الملعب، فهي مش هتنزل فاتحه لك، هتنزل تلعب على المرتده، فانت انزل متوازن، انزل متوازن. وانا اتمنى اللي انا بتمناه ابدا بمروان بس في نص الملعب ومعاه امام وبن رمضان. يعني انا التشكيله اللي انا بتمناها، التشكيله اللي انا بتمناها شوبير في حراسه المرمى، عندك كوكا شمال ومحمد هاني يمين، وعندك ياسين مرعي وياسر ابراهيم قلبين دفاع. نص الملعب مروان عطيه، وحط قدامه يا باشا امام عاشور وبن رمضان او زيزو. لا، امام عاشور وبن رمضان، وحط زيزو يمين وتريزيجيه شمال، ويا باشا حط بن شرقي مهاجم او طاهر، في كلام من طاهر اي حد يا باشا غير مروان اوتاكا ومحمد شريف. حط بن شرقي، حط طاهر، عايز تحط تريزيجيه وتنزل الشحات، مش عايز تلعب بن رمضان هات زيزو نص ملعب ونزل الشحات. وانا بفضل ديت، ابدا بديت، نزل زيزو نص ملعب، يلعب نص ملعب وابدأ بالشحات، والاتنين زيزو نص ملعب يا ناحية اليمين يضيف مع الشحات ناحية اليمين يا باشا، يعملوا جبهة مع بعض ومعاهم التالت محمد هاني. والناحية التانية يا باشا عندك تريزيجيه ومعاه كوكا وإمام بيميل للحتة ديت ناحية الشمال، ويحط يا باشا قدام طاهر أو بن شرقي والعب. بلاش ثنائية ديانج ومروان بالله عليك هيمسكوا على نص الملعب، لأن بيراميدز بتتميز بنص الملعب، عندهم مهند لاشين، هو مهند لاشين ومروان عطية الاتنين بالنسبة لي واحد. مروان يتميز كمان في لعب بناء الكرة من تحت، بدأ يتحسن فيها. هتقولي ده كل لعب لورا، والله ركز في الماتشات اللي فاتت هتلاقي مروان بدأ يتحسن فيها، سيبك من الكلام اللي بيتردد على الفاضي. مروان بدأ يتحسن، وبتبان أول حتة إن هو ماشي فيها مع المنتخب، إن هو ياخد الكورة يلعب قدام، يلعب سرو يمين سرو شمال، مش كل كورة بالذات مع المنتخب. ما بتاخدش بالك اشمعنى مع المنتخب؟ لان لعيبه الاهلي من كتر الضغط عليها من الجمهور الفتره اللي فاتت، وطبعا كان حقنا في بعض الحاجات وبعض الحاجات لا، بس مش وقته زي ما كنت معاكم قبل كده. كله خايف، انا خايف يا باشا اعمل كره طوليه تطلع غلط، اطلع ترند على السوشيال ميديا، فكله خايف، مفيش ثقه. وبرضه في نفس الوقت تحسبها ازاي بتلعب في الاهلي ومفيش ثقه؟ لا يا باشا، انزل العب لعبك، انزل العب لعبك. انا عايزك من الاخر، عايزكم تنزلوا تدوسوا. انا عايز اكسب بيراميدز 2-3، عايز اخش من الجمعه على لاعب الزمالك كسبان اكسب الزمالك 2-3، لان زي ما بقول لك باذن الله، باذن الله اخويا انبوبه هيعملها وانبي هتعملها باذن الله. فانت اكسب، لازم سيبك يا باشا من الزمالك خالص دلوقتي، اركن اي حاجه. انت عندك 4 ماتشات، اكسب الاربع ماتشات، ما قدامكش غير كده. انا بقول لك زي ما قلت لك في بدايه الحلقه وعنوان الحلقه، يا نكون يا اما نكون، مفيش لا ديت خالص، لان احنا تعبنا، والله تعبنا. انا ما بقاش عندي، انا كده عندي ثقه في الاهلي، عندي ثقه في الاهلي، انا هنزل اكسب بيراميدز ده الطبيعي، هنزل اكسب الزمالك برضه ده الطبيعي. كايه؟ طب كطبيعي كايه؟ كانا اهلاوي وكاسم الاهلي وتيشيرت الاهلي. في نفس الوقت الاقي حاجه جوايا بتقول لي طب هي ديت لعيبه او حاجه انت تثق فيهم؟ اه يا عم واثق فيهم، اه يا عم لعيبه كبيره، اه يا عم اسمع مني بس وزق معايا ال4 ماتشات دول، لعيبه كبيره هثق فيهم، كل الدعم ليهم. وبالنسبه للجمهور اللي راح يحضر في المدرج، طبعا كل الدعم ليكم. بس في حاجه برضو الناس على السوشيال ميديا بتتكلم فيها ولازم تخلي بالكم منها، ولا يا باشا ما تشتمش، ما تقولش نفس خارج، خلي بالك من نفسك. ليه؟ هقول لك لان انا واخد لفت نظر قبل كده وهما هيتلككولك. بالرغم ان جمهور الزمالك في كل ماتش ما بيرحمش حد، ما بيحلش يا باشا، ام واب والكل، ما حدش بيتوقف. فانت خلي بالك انت هيقفلك على واحده، وعندك بعدها انت تلعب الاثنين، بعدها ب3 ايام الجمعه عندك الزمالك، وما ينفعش نخش الماتش دوت واحنا الجماهير موقوفه. فخلي بالك، روح شجع الفريق، ادعم الفريق، ادعم اللعيبه في اطار الماتش. لا تشتم حد يا باشا، ولا اتحاد كوره ولا حكام ولا اي حاجه يا باشا. نعدي الماتش، نخش ماتش الزمالك نحط عليهم كالعاده، نحط عليهم والله، وفكرهم بعنتر عنتر يا عنترة زيزو من فهم عارفين. ولقيت صمت تام في التالتة يمين، وبالرغم يقول لك مش عارف احنا ايه وايه وايه، وده جمهور نورمال. فسيبك منهم والله، جمهور فكاهي. اكتر جملة عجبتني من ابراهيم فعلا لما كان طالع في التلفزيون على قناة قال لك جمهور الزمالك جمهور فكاهي، وانا طول عمره، هو طول عمره كده،
طول عمره جمهور فكاهي، طول عمره جمهور طباع بيطبع، طول عمره جمهور ما بيفكرش، طول عمره جمهور بيقلد، طول عمر الزمالك جمهور غشاش مال الملعب كله قماش. فاركن الموضوع ده على جنب. فانا بقول لك انزل يا باشا دوس، يا باشا انزل اكسب 2-3، ايه يعني 3-4 كمان، ايه انزل الماتش اللي بعده الزمالك يكسب. انا الاهلي، انا الاهلي، وانزل العب على الحته ديت. انزل اخطفهم في اول ربع ساعه تلت ساعه، سواء هما او الزمالك. كان يجي الماتش الزمالك قبل، بس والله الفرق اللي زي ديت بتنزل اول ربع ساعه تلت ساعه ركابهم بتخبط في بعض. وده مش كلام، شوف مثلا التصريحات بتاعت اي لعيب كان بيلعب في بيراميدز، يقول لك ضغط الاهلي بيبقى كبير، ضغط جمهور الاهلي بيبقى كبير. لعيبه الزمالك ذات نفسهم كان طلع بشير التابع قبل كده قال لك لا احنا كنا بننزل مش خايفين، احنا خايفين من جمهور الاهلي. فرد عليه الاعلامي اللي قدامه، انت مش بقى عندك جمهور؟ قال له لا جمهور الاهلي خير. فانت استغل الحته دي، استغل قوه جمهورك. هتقول الجمهور مش زي زمان، بس يا باشا الناس بتعمل اللي عليها برضه في قدر امكانياتها. استغل يا باشا اول ربع ساعه تلت ساعه، حط جون ولا اتنين، جون ولا اتنين، ايه يعني؟ انا مش بلعب برشلونه. انت لو قارنت كاسماء، لا يا باشا انا فرقتي تقيله، والله فرقتي تقيله. حصل اخفاقات ودروبات من الاداره ومدير فني يجي لا وحش يمشي في التاني في التالت، لا يا باشا ما خلاص عدينا المرحله ديت يا باشا. 4 ماتشات، انتوا لو ما قدرتوش تستحملوا كلعيبه ال4 ماتشات دول، تثبتوا نفسكم في ال4 ماتشات دول، يبقى العيب فيكم انتوا من الاخر. فانتوا كل الدعم ليكوا، كل الدعم ليكوا. انزل دوس، جمهورك في ظهرك، السوشيال ميديا بتاعتك في ظهرك، كل من هو ينتمي للنادي الاهلي في ظهرك، في ظهرك في كل ماتشات. الماتشات التذاكر، ماتش بيراميدز نزلت الساعه 9 الصبح، خلصت التالتة، خلصت في 5 دقايق، تالتة شمال. فمعنى كده ان الناس يا باشا عارفه ان الدو احنا يا باشا بنلعب لاخر نفس. من الاخر بقى، انا كاهلاوي وانا كنادي اهلي انا بلعب. هتقولي فرق انا 4 ماتشات فرق 5 بونت، 5 بونت؟ لا يا باشا انا بلعب للاخر. دوري 2011 بيقول كده، دوري 2019 بيقول كده، دوريك هجيب لك كتير قوي بيقولوا كده. انا بلعب للاخر. كان دوري 2011 ده كانوا بيحتفلوا في المدرجات، جمهور الزمالك كان بيحتفل في المدرجات ومش عارف يعني، لحد ما يا باشا مشينا المدير الفني وجوزيه رجع مسك تاني. جوزيه قال لك انا جاي عشان اخد الدوري، وخد الدوري. فانت النادي الاهلي، انت بتلعب في النادي الاهلي، انت لابس تيشيرت النادي الاهلي، انت وراك جمهور بالملايين، وراك جمهور بالملايين. وديت الحته اللي لازم تفهموها، ان الجيل ده مؤثر فيه. انت وراك جمهور بالملايين، اعمل حساب لجمهورك، اعمل حساب ان جمهورك بيزعل، اعمل حساب الناس ديت ما بتستفدش حاجه منك غير حب الاهلي وفرحه الفوز لما الاهلي بيكسب. الناس دي ما بتاخدش جنيه، انتوا بتاخدوا ملايين، ربنا يزيدكم. اعمل بقى باكل عيشك، اعمل بجمهورك اللي بيجي وراك في كل حته. بتسافر امريكا بتلاقي جمهورك، بتسافر الخليج، بتسافر ادغال افريقيا بتلاقي جمهورك، جمهورك وراك في كل حته. في مصر بيلف وراك كل حته، بره مصر بيلف وراك كل حته، بيدفعوا من جيوبهم. انت واحد ما تلاقي يوميته 100-150 جنيه يا باشا، بيجمع لك يومين 3 من اليوميه بتاعته، يومين 3 عشان يجي يحضر ماتش. التيكت لوحده ب75 جنيه. فانت اعمل حساب كده، انت كلاعب في الاهلي اعمل حساب كده. لا يا باشا الناس ديت، والناس اللي قاعده في البيوت، الناس اللي قاعده على القهاوي، ما بيستفيدوش مني حاجه غير ان انا امتعهم في الملعب واكسب. انا اكون راجل، اكون قد التيشيرت اللي انا لابسه. هو طول عمر لعيبه الاهلي معودين على كده، والجيل دوت لازم يعرف كده. في ليكوا لعيبه كبيره ولعيبه عامله اسم، بس مهما كان اسمك كبير مش هيكون اكبر من اسم الاهلي، مش هيكون اكبر من اسم الاهلي. فانتوا الاستاد او مدرجات الاهلي التالتة شمال بالاخص هتكون على اخرها مليانه، الكل بيدعمك، كل واقف في ظهرك، خوف كله من المدير الفني. وباذن الله يكون فاق زي ما بقول لك، بعد التوقف راجع فايق بقى ومش عارف ايه. ما بقتنعش بالكلام ده، بس خلينا الواحد بيتعلق في قشايه في اي نسبه امل. فباذن الله، باذن الله تكونوا قد المسؤوليه وتكونوا رجاله في الملعب. واخويا انبوبه يعملها الساعه 5، نفرح ربع فرح الساعه 7، والفرحه الكبيره لما نكسب بيراميدز. وانا بالنسبه لي مش عايز فوز عادي، اهم حاجه بالنسبه لي باشا لو هكسب 1-0 حتى ماشي، بس انا عايز اعرفهم مقامهم. والله انا مغلول، مغلول يا اهلي، والله العظيم مغلول من اللي بيحصل على السوشيال ميديا، من جمهور الزلو
ومن فرقه بنت زي بيراميدز تلعبش كوره غير في ماتشات الاهلي، تنزلش في غل غير في ماتشات الاهلي، تيجي تتفرج عليها في ماتش الزمالك. عارف انت الواد الخبره بتاعه، هو بيراميدز في ماتش الزمالك، هو الخبره، الواد الخبره دوت هو بيراميدز في ماتشات الزمالك. بس مش هينزل قدامك، كيف انزل دوس انت، ما يهمنيش ينزل زي ما ينزل، انزل انت دوس، دوس واعرفه انه صغير، واخويا انبوبه هيعملها ويعرفهم برضو انهم صغيرين وان الدوري لسه في الملعب، عشان باذن الله باذن الله نطلع بعد الماتش. مش هنقول لك نحتفل، هنفرح اكيد وكل حاجه، بس احنا ما بنحتفلش غير لما بنحسم الدوري، ما بنحتفلش غير لما بنحسم الدوري. سيبك من الجو اللي هم بيعملوه دوت، اللي هو هم بيعملوا كده ليه؟ زي ما قلت لك، هو بالنسبه له لا انا مش ضامن. والله العظيم ثلاثة، الأهلي في أسوأ مواسمه وهو الأول، والأهلي الثالث وفرق 5 بونت، وهو ما عارف يحسم الدوري في آخر 4 جولات. اللي هو أنا لو بنص مستوى لعيبتي كنت حسمت الدوري من 5 6 جولات. فهو بيقول لك مش ضامن، يقول لك لا يا باشا أنا أفرح دلوقتي، أنا أجل الفرحة ليه؟ ما يمكن ما أعرفش أفرح دلوقتي وأعمل اللي في نفسي. هم بيعملوا كده، إحنا ما بنعملش كده. إحنا واثقين في فرقتنا، واثقين في لعيبتنا، وطبعا ما فيهاش كلام، واثقين في اسم النادي الأهلي. والعب يا اهلي كوره وركز على دفاعهم، واحمد سامي مش هيبقى موجود، ومعرفش علي جبر ما حدش بيسمع عنه حاجه، فركز والعب كوره، والله يا اهلي هتدوس عليهم سواء دول او دول. خلينا ماسكينها ماتش ماتش، واحده واحده، نعدي بيراميدز يوم الاثنين ونفوق لزيزي، وباذن الله يكونوا هما متعادلين او خسرانين من انبي، ونطلع نقول لهم بحلم بيك، انا بحلم بيك يوم الجمعه مستنيك. مش عايزين نستنى الاحداث، تاخدها ماتش ماتش باذن الله باذن الله. توقعي 3-1 للاهلي، ماتش الاهلي وبيراميدز. قول لي برضه توقعك في الكومنتات، ونتقابل في حلقه جديده بعد الماتش، واحنا فرحانين واحنا مبسوطين، واحنا فرحانين من اداء الاهلي ومن روح اللعيبه في الملعب باذن الله.